السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي المشاهدين، مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد بعد انقطاع لمدة طويلة لأسباب شخصية. رجعنا إن شاء الله أن نستمر في تقديم المحتوى من خلال القناة ديالنا اللي هي بطبيعة الحال الاسم ديالي والنسب نبيل الويزاني اللي غادي تشوفوها دابا أمامكم هادي. وباش تكون يعني عودة موفقة ونتمنى إن شاء الله تكون انطلاقة يعني جديدة. حاولت أنني نكري واحد الشعار خاص بيا وواحد الهوية جديدة باش نحاول نستمر إن شاء الله يعني في تقديم المحتوى ديالنا اللي عنده علاقة دائما بالتصميم وحتى يعني الأمور اللي عندها علاقة يعني بالخدمة. إذا قبل ما غادي نبداو نتمنى أنكم تنضموا لنا للقناة ديالي، اشتركوا، فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، وما تنسوش يعني ندعمونا بلايك سواء في هذا الفيديو هذا أو في الفيديوهات اللي هما يعني من قبل. وغادي إلا دخلتوا غادي تلقاو يعني مجموعة ديال الفيديوهات متنوعة يعني في مجالات متعددة كما تشوفوا هنا، يعني عندها علاقة بالديزاين، عندها علاقة يعني بالعمل. نتمنى يعني تكون انطلاقة يعني جيدة إن شاء الله. إذا على بركة الله، إذا هذا هو الشعار الجديد في الاسم يعني النسب يعني ديزاينر. يعني هاد الأشكال يعني مادام أنني كنشتغل يعني في التصميم في المجال ديال التصميم، فالتصميم يعني كيبدا من شكل. هاد الأشكال ممكن يكون مربع أو مثلث إلى غير ذلك، لهذا اختاريت هاد الأيقونة هذه اللي هي بسيطة كترمز يعني أو عندها دلالة يعني ديال التصميم. وكذلك لاحظت هنا كندير مثلا حتى يعني المونتاج إلى غير ذلك، فحاولت أنني ندمج يعني أشكال يعني باش يختارها اللي عندها علاقة بالتصميم. وحاولت إلى لاحظتوا هنا يعني هذا الشكل مربع مع مثلث اللي جمعناهم غادي يعطينا يعني الأيقونة ديال الكاميرا اللي عندها علاقة يعني بالتصوير. إذا نتمنى أن الشعار يعني يعجبكم، وما تنسوش يعني تخليوا لي الآراء ديالكم يعني في أسفل الفيديو في الديسكريبشن. إذا هذا هو يعني البراند ايدنتيتي يعني جايدلاين. هذا غير يعني براند بيرسونيل. هذا البراند حاولت أنني نقسمه يعني على 6. هذا الجايدلاين يعني هنا في الانترودكسيون قسمناها هي على 3 على 4 عفوا. اللوغو يعني كيفاش رسمنا هذا اللوغو هذا ومجموعة ديال الأمور. هنا الألوان اللي اختاريتهم، تيبوغرافي يعني الخطوط اللي استعملت، ويعني هنا ما يجوز أن يعني نديروه للشعار وما لا يجوز. وهنايا يعني درنا واحد المجموعة ديال التطبيقات اللي غادي نشوفوها. إذا هو أعزائي ديزاينر، هذا بيرسونال براند يعني فيه واحد المجموعة ديال المعلومات خاصين بيا، يعني الاسم والنسب، يعني عدد السنوات ديال الخبرة في المجال ديال التصميم، لي سيرفيس اللي كنقدم إلى غير ذلك. هنا ثاني هو هذا أيضا مزيان. هنا البراند لوغو، هذا هو اللوغو الأساسي يعني بهذا الشكل هذا بيزاج. والسكندري لوغو هو هذا الشكل هذا كيما تشوفوا هنا، هي أيقونة الفوق اللوغو الخطي هنا في الأسفل. وهنا البراند كالر هما يعني الألوان اللي استعملتهم، وهادو هما يعني الخطوط اللي استعملت. هذا خط رئيسي وهذا خط ثانوي. الرؤية ديالنا
هي هذه هي أننا يعني نقدموا يعني يعني تصاميم عصرية وفيها لا كرياتيفيتي، سواء العملاء اللي هما انديفيديول ولا حتى يعني يعني الشركات. الأوبجيكتيف هو أننا يعني نقدموا إفادة للعملاء ونكسبوا الثقة ديالهم من خلال يعني الخدمات اللي كنقدموا لهم. للإشارة يعني اللي محتاج شي تصميم أو شيء من هذا القبيل هذا ما ينساش أنه يتواصل معايا. كما قلنا في البداية، لأنها يعني الفيلوزوفي ديال فلسفة الشعار هي هذه. يعني كما قلت يعني المجال اللي كنشتغل فيه هو يعني التصميم. إذا التصميم كيبدا من عناصر، من أشكال بسيطة، وهذه الأشكال ممكن نخصوها مربع، مستطيل إلى غير ذلك. فيعني التصميم ممكن أننا يعني من خلال هذه الأشكال هذو ممكن يعني نبدعوا تصاميم رائعة وجذابة. وكذلك إذا دمجنا يعني مربع مع مثلث، يعني غادي يعطينا داك الأيقونة ديال كما قلنا ديال الكاميرا اللي عندها علاقة يعني بالتصوير. التصوير هو الفيديو إيديتينغ، يعني تحرير الفيديو. هنا يعني كيفاش ترسمنا هذا الشعار هذا لوغو كونستراكشن. لأن إذا لاحظتوا هنا نبداو بهذه، يعني الشعار عبارة على مربع كما تشوفوا هنا. رسمنا فقط يعني مربع، حيدنا لي هاد الحواف هادو، يعني حداها مثلث، كذلك حيدنا الحواف يعني بهذه الطريقة هذه، ودرنا لانفيرس ديال هاد الأشكال هادو بجوج. إذا كيما تشوفوا هنا يعني المسافة اللي عندي هنا هي اللي عندي هنا، وهي اللي عندي هنا، وهي اللي عندي هنا. وباستعمال هاد الشبكة هادي حصلنا على يعني حصلنا على هاد الشعار بهاد الشكل كيف تشوفوا هنا. لاحظتوا هنا يعني كيف ما تشوفوا هنا كاين واحد النيجاتيف سبيس هنا بين هاد الأيقونات. هذا الشكل ديال متوازي المستطيل أو متوازي الأضلاع، شكل متوازي الأضلاع. وهنا يعني المينيموم كلير سبيس، يعني في استعمال ديال الشعار لابد أنه يعني من يعني الحواف ديال الشعار نحاولوا أننا نبعدوا يعني حاولت أنني ناخذ هذا الحرف الأول، هذا هو الحرف الأول من الشعار، وقلبته نحطه هنا هذا الأو، قلبته لواحد درجة 90 درجة. يعني هذه المسافة هذه اللي هنا هي هذه اللي عندي هنا، وهي اللي عندي هنا، وهي اللي عندي هنا، يعني جميع الجوانب. يعني هذا الشعار خاص يتحط، يعني العناصر اللي غادي تحطوا حدا الشعار خاص على الأقل يعني يكونوا نحافظوا على هذه المسافة هذه مع الشعار minimum clear space. هذا بالنسبة يعني للشعار كامل. هنا بالنسبة للشعار يعني الخطي فقط، هنا بالنسبة للخطي. وهنا يعني الشعار السكندري يعني اللوغو الثانوي في مجموع. وهنا فقط يعني الأيقونة. وهنا بالنسبة للجرافيك إليمنت حاولت أنني يعني ندير هذا الباترن يعني باستعمال هذه الأيقونة اللي عندي هنا فقط. هنا يعني كررت فقط يعني لعبت كما تشوف هنا يعني هذا الشكل هذا أو هذه الأيقونة، كررت منها بزاف ديال الأيقونات وحصلنا على يعني باترن بهذا الشكل هذا. ولا ممكن نعتمدوا مربعات بهذا الشكل، أو ممكن نعتمدوا يعني نفس الأيقونات، ولكن إذا لاحظتوا هنا هذه الأيقونة هذه وهنا يعني حاولت أقلبها. إذا بحال هنا اعتمدت التقنية ديال التناوب، وهنا التكرار وهنا التناوب.
وهنا الإيزاج ديال اللوغو، يعني عندي هنا السامبول وعندي اللوغو تايب اللي هو يعني وهذا كيف ما درنا في البداية. هذا هو البريمرلي اللوغو مارك، يعني فيه الايقون، فيه السامبول مع يعني اللوغو الخطي، وهنا اللوغو مارك فقط، يعني غير الايقونة. هنا اللوغو فاريشن، اذا هنا الشعار مع يعني الخلفية. اذا كانت خلفية بيضاء نحاول نديرو الشعار كيف ما هو في الاصل، يعني بالالوان اللي استعملنا. اذا كانت مثلا الخلفية بهذا اللون هذا، نحاولوا يعني نستعملوا هاد الالوان هادو باش يكون التباين ما بين الشعار وما بين الخلفية. كذلك بالنسبة هنا، يعني هنا بالنسبة للخلفية بيضاء، ممكن اننا نستعملوا يعني الشعار في الالوان ديالو الاصلية، ممكن نستعملوا فقط هذا اللون، وممكن نستعملوا حتى يعني كامل كله اسود. كذلك هنا بالنسبة دابا الالوان اللي يعتمد في الشعار هما هادو يعني هادو الاكواد ديال هاد الكالر. وهنا كالر فاريشن كيف ما شفنا في الشعار، يعني ممكن نحطو الشعار بهذا الشكل هذا مع هاد الخلفيات هادو، ممكن نعتمدو هاد الخلفيات واستعمال هاد الالوان هادو باش يكون تباين دائما في الخلفية مع الشعار. بالنسبة للوغو تايب، يعني البروتوتايب او التيبوغرافي عفوا، استعملنا هذا الخط الاولي هو هذا، والخط السكندري هو هذا. يعني ممكن تقلبوا عليهم في الانترنت باش تحملوهم الى وجود يعني تستعملوهم. هنا داز او دونت، دو او دونت، يعني شي حاجه شنو اللي خاصني ندير وشنو اللي خاصني ما نديرش. غنشوفوا بعض الحالات هنا شنو هما الحالات اللي خاصني ما نتفاداهم. هو do not logo mark, do not resize or change the position of the logo mark. يعني هنا باش يبقى الشعار يعني محافظ على الهوية ديالو يعني الأصل ديالو، نحاولوا ما أمكن يعني ما نصغروش مثلا واحد العنصر من هاد العناصر، سواء نصغروا مثلا الخط ولا نصغروا السامبول، أو بدنا نبدلو يعني البلاصة ديال هاد البلاصة ديال يعني ديال الشعار. كيما لاحظتوا هنا ما عنديش الحق أنا ندير هادي، وما عنديش الحق أنا ندير هادي، يعني ما نغيرش هنا يعني البوزيسيون ديال الشعار. do not use any other font، يعني ما نستعملش شي خط آخر من غير هذا الخط اللي استعملته هنا يعني في الشعار الأصلي. إذا لاحظتوا هنا يعني استعملت واحد الخط آخر هنا، إذن هذا مخصنيش نديرهم. do not use squish the logo. Any resizing must be in proportion. يعني واحد الإشارة يعني خاصة في الإنجليزية مبتدئ، حاولت فقط أنني نعتمد على يعني الترجمة باش نترجم من العربية للإنجليزية، بمعنى ما عنديش الحق أنني يعني نصغر يعني الشعار بهذا الشكل هذا من واحد الجنب، سواء من اليمين أو اليسار أو من الفوق لتحت، يعني من إكرازيش هذاك اللوغو بهذا الشكل هذا. وهنايا ما نستعملش ما نغيرش ألوان أخرين، يعني ما نستعملش ألوان أخرى، نحاول نحافظ على يعني الهوية كاملة ديال الشعار. وهنا بالنسبة للحوايج اللي خاصني نديرهم هما هادو، يعني نخلي الشعار كيف ما هو في الأصل، يعني سواء بريمرلي لوغو أو لا سكندري، ولا إذا كان غير أيقونة. وممكن يعني مع خلفية بيضاء نعتمد يعني الشعار كله بالأسود، وإذا كانت خلفية سوداء نعتمد يعني الشعار كله بالأبيض هنا كما تشوفون.
دابا غنشوفو بعض يعني التطبيقات. هنا مثلا بحال الليتر هيد ورقة المراسلات، ممكن يعني هذه صيغة يعني نفس البرنامج اللي هو ادوبي إليستراتور، وحتى هنا بهذا الشكل هذا. يعني ممكن أنا نستعمل مثلا هاد كما تشوفوا هنا اللتر هيد يعني ورق المراسلات كيف تشوفوا. تطبيق آخر نشوفوا مثلا هنا مثلا بيزنس كارت فيزيت، يعني بسيطة فيها فقط الشعار المعلومات ديال التواصل إلى غير ذلك. هنا هما الخدمات اللي كنقدمهم اللي عليهم إطلالة، هما هادو. يعني اللي بغى شي حاجة من هاد المسائل هادو ما ينساش أنه يعني يتواصل معايا وما يكون على خير إن شاء الله. هنا مثلا هذه الإيدي كارد، البانر أو الكوفرتير ديال فيسبوك. وهنا مثلا التصميمات ديال السوشيال ميديا، انستغرام إلى غير ذلك. وهنا يعني الشكر ووسائل ديال التواصل. نتمنى يعني أن هاد الجيدلاين إلى الإعجاب ديالكم، والشعار فهو يعني غادي ما كرهتش أنكم يعني تخليو لي التعليق يعني الآراء ديالكم في صندوق الوصف باش تحت الفيديو هنا، باش نشوف إلا كانت إمكانية أن إلا عجبكم الشعار الشي اللي بغينا. إلا كانت مثلا شي تعديل أو شي حاجة فأنا نتقبلها على بكل أريحية. هذا هما يعني الخدمات اللي قلت لكم كنخدم. هنا اللوغو بهذا الشكل هذا، وهذا اللوغو يعني PNG. ونوريكم بعض يعني بحال هذا. حاول درت موكاب. شكرا لكم على المتابعة. نتمنى إن شاء الله ينال الفيديو اللي يعجبكم، وإن شاء الله ترقبوا يعني بداية جديدة إن شاء الله. غادي نحاول ما أمكن يعني فيديو كل سيمانة إن شاء الله بحول الله في يعني مجالات متعددة. غادي نحاول نركزوا كما قلنا على ما هو عنده علاقة بالتصميم، تحرير الفيديوهات، وحتى يعني الخدمة ولما لا. شكرا، إلى اللقاء.